هقول لك على طريقة سهلة جدا تقدر تمسك بيها أي حمام طار منك. بتفتح الباب والحمام طار منك غصب عنك، بتفتح السلاكة والحمام طار منك برضو غصب عنك. هقول لك على طريقة تعرف ترجع الحمام بيها دي تاني بمنتهى السهولة. ولكن يا شباب قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تعالى بس طبعا على حبايبنا متابعين القناة ونشوف احنا كتبنا أسامي مين جديدة معانا النهاردة. دي القائمة الأولى اللي احنا كتبناها، أول قائمة. طبعا كل الناس شايفة أساميها موجودة معانا، هي اخواتنا طبعا حبايبنا مشتركين القناة. هوريكم برضو احنا كتبنا أسامي مين جديدة. لو مش شاركت في القناة انزل اشترك عشان نكتب اسمك معانا. كتبنا طبعا عوض عبد الرحمن، وكتبنا أحمد عسكر، وكتبنا صبري عيسى، وكتبنا اسلام عبد الفتاح، وكل واحد طبعا المحافظة بتاعته كاتبينها جنبه. طبعا الأسامي اللي كنا كاتبينها قبل كده يا شباب، هي كل واحد شايف اسمه. حماس طبعا عليكم يوميا ان شاء الله تعالى، وطبعا هنعمل حاجات كتير جدا تفرحكم. لو ما اشتركتش في القناه انزل اشترك في القناه، ويلا بينا نوصل القناه يا شباب ل 1000 مشترك بسرعه عشان نفتح من عليها بث مباشر. يلا بينا بقى نبدا الفيديو بتاعنا على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مساء الورد والياسمين والجمال على كل حبايبنا في كل مكان. ازاي ان انا ارجع حمام طار مني؟ الذكر ده يا شباب طاير مني بقاله اكتر من شهر، وعايز ان انا ارجعه تاني، وكل يوم بيطلع يقف على السطح قصادي ومش عارف ارجع الذكر ده. بفتح له العيون وبفتح له الباب بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهو برضه مش عارف يدخل مكان او مش عايز يدخل مكان. فعشان ارجع الذكر ده تاني هنعمل حركة جميلة جدا مع بعض دلوقتي. طبعا الذكر ده انا كنت مجوزه النتاية الصفراء الشقلباز اللي هي محبوسة تحته دي، وكنت حابسهم في سلاكة وبفتح للذكر ده طار مني، فمعرفتش ان انا ارجعه، وكل شوية بيجي يقف على السطح قصادي ومش عارف برضو ادخله المكان عنده. عملنا فكرة جميلة النهاردة، هنقدر ان شاء الله نقدر نمسك بيها الذكر ده مع بعض. ادينا بنصور مع بعض اهوت مباشر، ان شاء الله نقدر ان احنا نمسك الذكر ده مع بعض. حبست النتاية بتاعته في عين زي ما انتم شايفين كده، وفتحت له العين التانية بتاعة السلاكة. هو طبعا واقف على العين وهيتجن على النتاية، فانا مش عارف يعني همسكه ازاي، ولكن ان شاء الله تعالى هينزل العين ديا وهنقدر نمسكه بسهولة. الطريقة دي تنفع لو انت طاير منك حمام. طبعا بتطلع الحمام بتاعك على السطح بالشكل ده، فانت بتجذب الحمامة اللي هي طايرة منك ديت، بتجذب الحمامة اللي هي طايرة منك. طيب هتقول لي انا حابس الحمام وبرضه مش بطير الحمام خالص، همسك الحمام بتاعي ازاي؟ طلع برضو النتاية خلاها في مكان ظاهر، النتاية بتاعته طلعها خلاها في مكان ظاهر. او العكس، لو الذكر اللي طاير منك، او لو النتاية اللي طاير منك طلع الذكر برضو في حطها في قفص، حطها في مكان يكون ظاهر على السطح عندك. ان شاء الله هتجذب بيها الفرد اللي هو طاير منك. طبعا انا هخليه امن له المكان شوية. هبدأ ان انا انزل الحمام عندي، احط له اكل على السطح عشان هو يبقى حاسس بالامان شويه، عشان ان احنا ننزله العين اللي جنبها دي. او لو ما نزلش العين هعمل له حركه حلوه دلوقتي. لو ما نزلش العين اللي جنبها هعمل له حركه حلوه دلوقتي. هقدر برضو ان انا امسكه بالطريقه اللي انا هوريها لكم. لو ما نزلش العين اللي جنبه دلوقتي، طبعا هو هينجن على النتايه. شايفين يا شباب؟ شايفين الذكر بص بيعمل ايه؟ عايز خرم ابره ان هو يدخل للنتايه باي شكل، وهو تقريبا ما هوش خايف مني. يعني انا قريب منه، يعني حوالي متر وربع تقريبا، يعني ما يجيش متر وربع كمان. ولكن انا خايف انقض عليه يطير، فسايبه فاتح له العين اللي جنبه عشان ان هو يبدأ ينزل العين اللي جنبه. طبعا هو حاسس بالامان طول ما الحمام ده جنبه كده، فهو حاسس بالامان. نأكل الحمام برضه عشان يطمن، وممكن ينزل كمان لو هو جعان هينزل ياكل من ايديا. لو الذكر ده جعان هينزل ان هو ياكل من ايديا. هو بيبص على الاكل اهوت، هو بيبص على الاكل، ولكن النتايه واخده فكره. وده على فكره حمام ده يعني من اوفى الحمام ان انت تربيه عندك. الذكر اللي بيبقى حنين قوي على النتايه دي، تخاف قوي على النتايه دي، ده ما تفرطش فيه. وكمان تخصيبه حلو جدا، واخد منه كذا عش الذكر دي، والنتايه دي تخصيبه حلو جدا. طبعا احنا فاتحين له العين، شايفين هو هينجن على النتايه، هو مفيش حاجه شغلاه، لا اكل ولا حمام ولا انا نفسي. ولكن انا هحاول بقى اقرب منه. شايفين انا قربت منه قد ايه؟ حاول لو نعرف ان احنا نمسكه يدوي هنمسكه ان شاء الله. يعني هنمسكه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاول امسكه بداية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، الحمد لله. الحمد لله قدرنا ان احنا نمسك الذكر دي
بالطريقة السهلة دي. هو يعني من الحب ما قتل، يعني هو الحمد لله تعالى قدرنا رجعناه. هو من عشق وحب النتاية. شايفين يا شباب اول ما شاف النتاية، يعني شايفين ان هو اول ما شاف النتاية يعني ده ما بيضربهاش، ده يعني بيغزلها. يعني هو الغزل بتاعهم كده. والذكر لما بتلاقيه بيضرب النتاية ما فيش حاجة اسمها ذكر بيضرب النتاية بتاعته. هو بيضرب النتاية يا اما عايزها تحصي، يا اما هو زايف عليها وعايز ان هو يخصب عليها. شايفين الذكر يا شباب زايف على النتاية ازاي؟ هو روحه ردت له تاني. الحمد لله قدرنا نمسك الذكر. الذكر ده لو ما كانش عرفتش ان كنتش همسكه دلوقتي كنت هعمل له مصيده. ايه المصيده؟ بعمل له قفص عادي خالص. هوريكم طريقه عمل المصيده ان شاء الله في فيديوهات حلوه جدا على القناه الفتره اللي جايه. لو انت مشتركش في القناه انزل اشترك في القناه، هتلاقي حاجات جدا كتير هتعجبك. ده ذكر باكستاني من اوفى الحمام اللي موجود عندي. كنت زعلان عليه والله، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نمسكه. هناخدهم بقى وان احنا نبدا ندخلهم العين عندنا يقعوا بالسلاكه بتاعتهم اللي احنا مجهزها لهم جوه عندنا في المكان عندنا. اتمنى يا شباب يكون الفيديو قدم لكم معلومه وتكونوا استفدتوا في الفيديو. اشوفوا وشكم على خير. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.